بناتي الأمارات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تكملة بقى لسلسلة الوصفات السهلة السريعة اللي بنتعلمها مع بعض. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة كيكة. ان شاء الله تطلع معاكي ناجحة من أول مرة. مقاديرها سهلة وبسيطة. نتابع بس التريكات اللي في الفيديو، ان شاء الله تستفيدي منه من أول مرة، ان شاء الله تطلع معاكي ناجحة. بس نتبع مع بعض التريكات اللي هقولك عليها، لانها بتفرق جدا في قوام الكيك معاكي، وان شاء الله تستفيدي من الفيديو. مبدئيا كده يا بنات، اول تريكية عندنا انه الوعاء اللي هشتغل فيه يكون جاف جدا، منشفاه جدا من اي نقطة مفهوش ولا نقطة مية، علشان ده بيفرق لما بحط البيض، عشان ما يدينيش ريحة البيض المزعجة في الكيك. تمام كده، دي اول تريكية احفظوها عندكم، ان الوعاء لازم يكون جاف جدا. تمام، ما يكونش فيه ولا نقطه ميه، سواء وعاء بقى هضرب فيه بالمضرب الكهرباء، او البيض هحطه في الخلاط، الاتنين يكونوا ناشفين جدا. انا هنا احتجت 3 بيضات، البيض عندي كان كبير، لو انتي البيض عندك صغير هتحطي 4 بيضات. وهنحط معلقه من الفانيليا السايله، بتفرق جدا في ريحه المخبوزات او الكيكات، انا بحب استخدمها جدا. ولو عندك الفانيليا البودر برضو ما فيش اي مشكله، ممكن تحطي برضو معلقه شاي. تمام كده. هنا كمان هحتاج كوبايه من السكر. هنزل بيها على البيض والفانيليا، وهضربهم بالمضرب الكهرباء مدة لا تقل عن 5-6 دقايق، لحد ما اللون معايا يفتح جدا، واحس ان هما امتزجوا جدا، والسكر داب ما بقاش ليه يعني مش موجود، مش شايفاه. ويكون القوام عندي يعني تقيل وفاتح. تمام، دي برضو من اهم التركات في نجاح الكيكه يا بنات. شايفين اللون ده؟ لازم اوصل للون ده قبل ما احط بقيه المكونات. تمام كده، دي تركايه مهمه جدا في قوام بتفرق معايا في قوام الكيك. ضربتهم المده لا تقل عن 6 أو 7 دقايق. وبعدين نزلت بنص كوبايه من السمنه، سمنه على زيت. عايزه تعمليها بسمنه بس ما فيش مشكله، عايزه تعمليها بزيت بس برضو مش هتقول لا. تمام كده. وبعدين هنزل بكوبايه من اللبن. طبعا انا ضربت السمنه مع الخليط بتاع البيض والسكر طبعا يا بنات، ونزلت بكوبايه اللبن ومعلقه من الخل الابيض العادي. برضو هضرب كل المكونات كده مع بعض. تمام كده، هضربهم برضو كويس مع بعض لحد ما يمتزجوا. هنا بقى المقادير الجافة عندي، 2.25 كوب من الدقيق، ومعلقتين من النشا، ومعلقة من البيكنج باودر، ورشة من الملح. دي المكونات الجافة عندي: 2.25 كوب من الدقيق، معلقتين نشا، معلقة بيكنج باودر، ورشة من الملح. خطوة مهمة جدا 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 اني انخل المكونات بتاعتي. تمام كده، الجافة لازم انخلها كويس قوي، وكمان تقدري تنخليها مرتين، هتفرق قوي في هشاشة الكيكة معاكي. وما تحطيش الدقيق مرة واحدة، لا حطيه على مراحل. بحط شوية بنخلهم، وبعدين لما بيمتزجوا مع الخليط السائل بتاعي بنزل ببقية المكونات الجافه. وبجيب من الجوانب كده بالسباتولا زي ما انتي شايفه، بحيث ان انا اتاكد انه مفيش اي نقطه دقيق لسه ما امتزجتش. تمام يا بنات، وبقلب من تحت لفوق بالشكل ده، علشان برضو ما اخرجش الهواء، وعلشان اتاكد ان الدقيق كله امتزج مع المكونات السايله بتاعتي. وطبعا بجيب الصينيه بتاعتي بدهنها بسمنه او زيت زي ما تحبي، بس هي لما بتدهنيها سمنه بلدي بجد بجد بتبقى تحفه قوي، ومن تحت كده الكيكه بتاخد لون حلو قوي ذهبي كده جميل. ويفضل انها تكون في حاجه الومنيوم، الكيكه خبزها في حاجه الومنيوم تحفه، وبتبقى تسويتها تحفه جدا. وبخبطها كده خبطتين على الرخامة او على الارض زي ما تحبي، عشان اخرج الهواء. تسويتها اخدت معايا 45 دقيقة وكانت جاهزة، ودخلت فيها الخلة زي ما انتم شايفين، كانت نظيفة ومفيهاش اي حاجة. سيبيها لما تبرد وبعدين انقليها. عايزة تقطعيها بقى تحطي عليها اي صوصات عندك مفيش مشكلة، عايزة تاكليها كده مع كوباية شاي برضو هتبقى تحفة قوي. زي ما تحبي، انتي براحتك.
المهم ان انتي تتبعي الخطوات اللي اتفقنا عليها واللي قلناها في الفيديو، وان شاء الله تطلع معاكي ناجحه من اول مره. ويا رب تكوني استفدتي من الفيديو، وتكون الوصفه سهله وبسيطه عليكي. واشوفكم يا رب في فيديو جديد ان شاء الله. ولو عجبك الفيديو واستفدتي منه حطي لايك واشتركي في القناه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد يا بناتي امارات.